آمين. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. من بين السنن المستحبة التي يرضاها الله عز وجل ورسوله للصائمين في هذا الشهر الكريم الإكثار من تلاوة القرآن الكريم ما دمنا في شهر نزول القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتيه الأمين جبريل في رمضان فيدارسه القرآن. أراد النبي صلى الله عليه وسلم في تنزل ربي عز وجل القرآن الأوانس بأن في شهر رمضان في شهر الصيام اتصل الأمين جبريل كان يدارس القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا الشهر ولا ربيع إلا الأمين جبريل يتصدر سيدنا رسول الله وسواس يتدارس القرآن مع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم. زي ما يسمى شهر القرآن، في الشهر يجي تنزيل رب العالمين القرآن النبي عليه السلام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. فمن السنة المؤكدة أن الإنسان يكثر من ترتيل القرآن وقراءة القرآن وفهم معاني القرآن والعمل بأحكام القرآن في هذا الشهر الكريم. من بين الأعمال سيتقرب الإنسان المؤمن الرب العالمين في هذا الشهر العناية بالقرآن الكريم، أن يعتني الإنسان، أن يتكزل، أن يتقدر، أن يتحكم الإنسان القرآن الكريم إذ ينزل رب العالمين في هذا الشهر الكريم. لخطر الإنسان المؤمن أيها الإخوة الكرام، الإنسان المؤمن لعل هذا المؤمن ابن في سبيل المثال الذي بيان العظمة الشهر الكريم الذي بيان وجد بين الإنسان العظمة للقرآن الكريم الذي بيان الترتيب، الذي بيان العناية الاعتناء بكتاب الله عز وجل. هذا القرآن الكريم الذي النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. لنظرة أول ربيع كانت يسير القيامة الذي الشفاع هي الأهالي بس. الأهالي رب سبحانه وتعالى ربيع أهل القرآن لكي يقرنا ولا ربيع يحفظان يتعاونان يترتلان يخدمان الأحكام بس. فالعناية القرآن الكريم العناية غادة لو سوى ولا ربيع أتبدو بوشو أتبدو في مدارسة كتاب الله عز وجل. العبد سعد العناية هو ولا ربيع الحاجة تبزور تدنا في الثغار، الحاجة في السناف السلب وولا ربي سبحانه عز وجل. خطر الإنسان كل ما ألا يغار كل حرف أكيد رب العالمين عز وجل في الناس حسنة، أكي يعفو السيئة، أكي يرفع درجة الجنة. الحديث الذي ينال كل حرف أكيد ربي سبحانه عز وجل 10 حسنات. إن القراءة ألف لام ميم حرف، ولكن الألف الحرف
يسعى في نفس الإنسان 10 حسنات، اللام يسعى في نفس 10 حسنات، الميم يسعى في نفس 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا الإنسان الذي يقرأ القرآن لنبدأ بصلاة المسلمات في إحشار رب العالمين عز وجل في الأنبياء الماهر بالقرآن يوم القيامة مع الكرام البررة. العبد يقرأ القرآن الصباح سبديت اسم الأحكام أثيد إحشار رب العالمين عز وجل أخذ الأنبياء الماهر بالقرآن مع الكرام البررة. العبد يقرأ القرآن ما شاء الله ترتيل يتعاهد قراءة القرآن أثيد يحشر يوم القيامة رب العالمين أخذ الأنبياء أخذ الشهداء أخذ يكافي نعم ربي سبحانه عز وجل الجنة. أما الإنسان الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق وهو يتتعتع بالقرآن الكريم فله أجران: أجر القراءة وأجر الشقاء والشقاوة. الإنسان يتمثل هذا يقرأ القرآن في القرآن يوعظ هذه تهجير يوعظ شكل الصورة هذه كمصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يوعظ ويقرأ يسكن القرآن يوعظ والناس يذكر بالسين الأجر هذه يغرب الأجر ولكن في قلب ما شاء الله يسهل هذا يسمع أجر القراءة أجر التلاوة وسر به أجر التعب أجر الشقاء أجر يميت بذيل الجهد يتفرس في مانيس يتحمل الساعة من أجل تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى. هذا الكتاب الذي نتلوه أيها الإخوة الكرام أولا ربي لماذا في قلبنا ذنب إذا قد يعلم بمجرد تحفظ المصحف أن تنزل لك الرحمات من عند الله عز وجل. بمجرد ما لا يكفي الإنسان النسخة هذه تمسك وتزيد تسس الرحمات التنزيل عند رب العالمين عز وجل. في السنات أكد رب العالمين السكينة المعنى يصلح به أكيد يفك الهنا أكيد يفك الرضا هذا يرفض رب العالمين عز وجل في ذاك الأخلاق هذا يرفض في ذاك الحزن هذا يرفض في ذاك رب العالمين عز وجل الشدة. كذلك أدي رب العالمين الملائكة أكيد ذورت السنت ترتيل القرآن الكريم السنت يوالى ربي سبحانه عز وجل. ويوم القيامة أكيد يحشر بها الجنة أشاكين رب العالمين عز وجل يقال لقارئ القرآن أكيد رب العالمين ولقال ولا ربي إذ حفظا إذ ترتيلا يقال لقارئ القرآن اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا. يوم القيامة أكيد يسكر رب العالمين أكيد الأغرض رتل القرآن أما كان يختصر تيرا الحياة الدنيا ما القيمة أتقرأ أكيد فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها اقرأ ورتل وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أكيد يا رب العالمين الله رتل القرآن هذه درجة في الجنة غدر معلوم الجنة الدرجات الدروج سيدي دوغري أكيد قرأ القرآن في سالي درجات في الجنة وسيمس الدركات يعني الدروج القاع جهنم. أكيد الأغرى رتل سالي درجة في الجنة المنزلين في درجة في الجنة أتسمع عند آخر آية تقرأها وترتلها. ذي
أديس النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله أديس يشمل الجمع ينزل رب العالمين في نص القرآن الوحي الأمين جبريل يبدأ القرآن ينزل في النبي صلى الله عليه وسلم من السماوات العلى ولكن أديس سيدنا رسول الله هذه يشمل الجمع هذه روح أحد الصحابة هذه روح القيمة الصحابي أسيني اقرأ علي القرآن شوفوا التربية تبعوني به عيشوا معايا عيش فيني شو تقرأ هذه النبي صلى الله عليه وسلم والرسول ينزل رب العالمين في نفس الوحي القرآن هذه يشمل الجمع يجي النبي عليه السلام عليه ينزل ربي القرآن يجلس يقرأ هذه يروح على أحد الصحابة هو رسول يروح عند الإنسان عند أحد الصحابة واش يقول له؟ يقول اقرأ علي القرآن أغرد في النيرة ولا ربي أغرد الكينات السلام اقرأ علي القرآن يقول الصحابي قال كيف أقرأ عليك القرآن وعليك نزل في رواية وعليك أنزل هذه يقول الصحابي أسي أهل الرسول من كان ضرف لك القرآن الذي في التأكيد ينزل ربي ينزل القرآن في التأكيد ضرب أسي النبي عليه السلام اقرأ إني أحب أن أسمعه من غيري أسي رب ولا ربي اقرأ علي القرآن أنا نحب أسمع القرآن من غيري فهذا الصحابي بدا يقرأ كي لحق الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا أسميك رب الصحابة هذه الآية اللي النبي عليه السلام حسبك حبس استنى هذا الصحابي يقول فرأيت فإذا عيني رسول الله تذرفان أسميك رب الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد مردس الحساب كل أمة يسلس الرسول نفس وجئنا بك على هؤلاء شهيدا لأمة القرآن قد يسكى رب العالمين النبي عليه السلام الشهيد فلانا النبي عليه السلام حبس حسبك يقال الصحابي خطرة ولا النبي عليه السلام يتسلوه علينا سيدي الطاول فإذا عيني رسول الله تذرفان يدخل سيدنا رسول الله على الصحابي من الصحابة يلقاه يتغنى بالقرآن الكريم واش يقول له؟ يقول له لقد أوتيت مسمارا من مسامر آل داود سيدنا النبي عليه السلام أغرد ألف فيك ربي الصوت السجي ما شاء الله ترتيبا قرض القرآن الكريم أغلب قرض القرآن الكريم مثل قرض نبي الله داود عليه السلام بمن ترتيب ملايرة الزبور وحوش الدنيا كامل كانت تدور على داود عليه السلام أسيني أغرب أسيني النبي عليه السلام وينطغى الناس القرآن ليس منا بمعنى ذي الوجه لا أيها الإخوة الكرام أن لا نهجر القرآن الكريم أن نقرأ القرآن الكريم أن نرتل القرآن الكريم تكون عندنا حيلة تاع ترتيل القرآن الكريم عوض ما الإنسان يتمثل هذه الدار أيمن في أنا عوض أشوف فايدة يسعى الإنسان ما يتفسر أشوف فايدة يسعى الإنسان ما يهدر أشوف فايدة يسعى الإنسان ما يتعسر غاشي العادة اللي يحترش هذه الفعال زفر بالعالمين عز وجل إلى قرع الذي يحصلها يدين الفكير ذا المسافر ذي الفكير ذا الضيف ذي القاعة أن يغتنم الإنسان هذه الأوقات الحسنة بعشر أمثالها إذا الأمر الأول السنة لازم تحييها هي ترتيل القرآن الكريم عبارة أوقات رمضان بقراءة القرآن الكريم الإمام مالك إمام دار الهجرة كان إذا دخل رمضان انسلخ من الفتوى فكان
القرآن دون 3 أيام. الإمام مالك، الإمام أحمد بن حنبل، إمام أهل السنة، لا تساوي الختمة القرآن القراءة وقفت 6 أيام، يومين يقرأوا 60 حزب. مالك صار رمضان حبس الفتوى، مراجعة الحديث، تأصيل المسائل الفقهية. كان الأئمة الأعلام يوقفون هذه الأعمال ويتفرغون لترتيل وتلاوة القرآن الكريم. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يهدينا، إنه نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب